شهد الله فاضل طابت أوقاتكم من الفضاء الإريترية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. بدء امتحانات الشهادة المتوسطة يوم غد. مدرسة حقات الزراعية الفنية تخرج دفعة جديدة من طلابها. تنظيم ماراثون أسمراء يوم الأحد. دورية جوية مشتركة صينية روسية فوق بحر اليابان وبحر الصين. وإيران تكشف عن صاروخ باليستي فرض صوتي. قتلى من بينهم نائب حاكم إقليم في انفجار سيارة مرقومة في أفغانستان. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أفادت وزارة التعليم بأن امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2022-2023 ستجرى في 456 نقطة للامتحانات في البلاد عامة، وكذلك في مدينة جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية ومدينة كسل السودانية بدءا من يوم غد الأربعاء 7 من يونيو وحتى يوم الجمعة 9 من يونيو. وقال مسؤول الامتحانات الوطنية في وزارة التعليم الأستاذ هبتي أسفها أن أكثر من 67 ألف طالب سيجلسون لأداء الامتحانات هذه السنة، مؤشرا إلى أن 226 طالبا سيمتحنون في جدة والرياض و43 طالبا في مدينة كسل السودانية، بالإضافة إلى 31 نزيلا في الإصلاحيات. وذكر بأن الامتحانات ستكون في مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم والتربية الوطنية، وأشار إلى ارتفاع عدد الممتحنين بنسبة 22% عن العام السابق. وقد قدمت مسبقا التعليمات وإجراءات الامتحانات لمسؤولي نقاط الامتحانات والمعلمين والطلاب. وقال أن الامتحانات وسيلة لقياس كفاءة النظام التعليمي والطالب. خرجت مدرسة حقات الزراعية والفنية 156 طالبا بينهم 75 طالبة بعد دراسة نظرية وتطبيقية لسنتين بدرجة الشهادة. ودرس الطلاب مجالات الآليات الزراعية وعلم الحيوان وعلم النبات والتربة والمياه والتنمية المروية. وأوضح مدير المدرسة في مراسم التخرج الأستاذ يوناس إيوب أن الطلاب اكتسبوا المعرفة التي تمكنهم من دخول مجالات العمل، متمنيا لهم التوفيق في العمل. من جانبه أوضح المدير العام لقسم التعليم الفني والمهني في وزارة التعليم السيد تسفاي السيوم بأنه يتوقع من الخريجين التأثير الإيجابي في محيطهم. وأكد الخريجون على العمل بتفان لتغيير نمط الزراعة التقليدية إلى النمط الحديث ورفع الإنتاج الزراعي. كما قدمت الجوائز للخريجين المتفوقين. هذا وقد خرجت مدرسة حقات الزراعية والفنية التي تأسست عام 1999 حتى الآن 2979 طالبا. أعلن مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخلي أن ماراثون أسمراء الذي ينظم سنويا سيجري يوم الأحد 11 من يونيو. وأوضح في تصريح صحفي اليوم أن الماراثون الذي يضم أيضا سباق السيدات لمسافة 10 كيلومترات سيشارك فيه عداؤون من 6 دول، وسيشمل أيضا سباق المعاقين وسباق عام للشعب. وأكد السفير زمد تخلي أن سباق الماراثون الوطني الذي تبذل الجهود لجعله سباقا دوليا قد اكتملت الاستعدادات لتنظيمه بأفضل وجه. وذكر رئيس اتحاد ألعاب القوى السيد فريم تخسه بأن عدائين من كينيا ويوغندا وتنزانيا وجنوب السودان سيصلون أسمراء يوم الجمعة 9 من يونيو، مشيرا إلى وجود جوائز مالية بحوالي 15 ألف دولار تقدم للفائزين بالمراتب الستة الأولى. وقال أن السباق سيجري في مكان محدود لمشاهدته من أكبر عدد ممكن من محبي الرياضة، وسينطلق من ساحة الفاتح من سبتمبر ويمر بالمباني التاريخية التي تتميز بها أسمراء. وأوضح سكرتير اتحاد ألعاب القوى سيد تادس قبرو أن السباق العام الذي سيبدأ صباحا يتوقع أن يشارك فيه حوالي 10,000 شخص يتقدمهم المسؤولون الحكوميون والدبلوماسيون والطلاب والعمال والسكان. بدأت في كودبعور بمديرية ابن حيلي وقعبين في مديرية عدخالة خدمات الهاتف النقال. وذكرت هيئة الاتصالات الإريترية ريتيل أن البنية التحتية المقامة ستؤمن خدمات اتصالات الهاتف النقال ل 272 ألف من سكان 375 قرية. وقال حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتة تسفاسيون في مراسم التدشين يومي 3 و4 من يونيو أن خدمات الاتصال من الخدمات الاجتماعية الهامة، وشكر كافة المساهمين في إنجاز المشروع بأقصر وقت.
من جانبهما أبو ضحى مدير مديرية عبد الخالة سيد عندنا مسقلة حنوم ومدير مديرية ابن حيلي بالإنابة سيدة ترحاس فقادوا أن العديد من القرى لم تكن تحصل على خدمات الاتصال بالمستوى المأمول، وأن البنية التحتية المشيدة ستحل المصاعب التي كانت من قبل وستمكن المواطنين من الحصول على الخدمات الجيدة. ومن جهة أخرى أعرب السكان عن سرورهم وسعادتهم بتوفير تلك الخدمات. تلقى 38 من الشباب العامل في دورة تدريبية في لغة الإشارة نظمتها جمعية الصم فرع إقليم القاش بركة لمدة 6 أشهر. وأوضح رئيس فرع الجمعية في الإقليم السيد سيمون أبرهة في مراسم التخرج التي جرت بمدينة بارونتو يوم 4 يونيو أن الهدف من الدورة التدريبية هو حل المصاعب التي ظل يواجهها الصم في المؤسسات الصحية والمحاكم والاجتماعات والمرافق التجارية. وأشار إلى أن 70 من الصم فقط لديهم العضوية في الجمعية من أكثر من 1780 من الصم بمديريات الإقليم 16. وأوضح مدير مديرية بارونتو بالإنابة سيد يماني محاري أن مشاركة الصم في كافة مجالات الحياة والحصول على الخدمات الاجتماعية مسؤولية كل المواطنين. وأوضح المشاركون في التدريب على أهمية الدورة في زيادة معرفة المواطنين بلغة الإشارة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن الصين وروسيا نفذتا دوريات جوية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي. في غضون ذلك قال جيش سيول أن عدة طائرات عسكرية روسية وصينية دخلت منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية، مما دفعه إلى إرسال طائرات مقاتلة تحسبا لأي طارئ. ودخلت 4 طائرات عسكرية روسية و4 طائرات عسكرية صينية المنطقة الواقعة قبالة السواحل الشرقية والجنوبية لكوريا الجنوبية وفق هيئة الأركان المشتركة في سيول. تأتي الحادثة بعد أن وافق وزراء دفاع كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية على إنشاء نظام لتبادل البيانات في الوقت الحقيقي حول إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية بحلول نهاية العام. كشف الحرس الثوري الإيراني عن صاروخ باليستي فرض صوتي، وهو أول صاروخ يتم إنتاجه محليا بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي بحسب التلفزيون الرسمي. وذكر التلفزيون أنه تم الكشف عن الصاروخ الذي أطلق عليه اسم الفتاح والذي تفوق سرعته سرعة الصوت كأحدث إنجاز للقوى الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني بحضور رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي. ونشرت وكالة الأنباء الرسمية إيرنا صورا للمراسم التي جرت في مكان مغلق لم يتم تحديده وحضرها عدد من المسؤولين العسكريين من ضمنهم رئيس الحرس الثوري اللواء حسين سلامي. وأوضحت الوكالة أن الصاروخ يبلغ مداه 1400 كيلومتر وتبلغ سرعته قبل إصابة الهدف من 13 إلى 15 ماخ. وأعلنت الجمهورية الإسلامية في نوفمبر الماضي أنها صنعت هذا الصاروخ قريبا، مما أثار قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني. أفاد متحدث محلي أفغاني بأن سيارة ملقومة انفجرت وقتلت عدة أشخاص من بينهم نائب حاكم إقليم بشمال أفغانستان. وقال رئيس المكتب الإعلامي للإقليم معز الدين أحمدي أن نصار أحمد أحمدي وسائق سيارته قتلا وأصيب 6 مدنيين، ولم تتضح بعد الجهة التي نفذت التفجير، وهو أول هجوم كبير يتم الإعلان عنه في أفغانستان منذ أسابيع. وتنفذ إدارة طالبان عمليات تستهدف عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات كبيرة في مراكز حضارية من بينها العاصمة الأفغانية كابول. في الخبر الأخير، أعلنت السلطات في هايتي أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بحياة 42 شخصا على الأقل، وتسببت في فقدان وإصابة العشرات خلال اليومين الماضيين ونزوح الآلاف. وأشارت التقارير إلى أن المياه قمرت أكثر من 13600 منزل. وقالت وكالة الحماية المدنية في هايتي أن عدد القتلى ارتفع بعد أن ضربت الفيضانات مطلع هذا الأسبوع أجزاء مختلفة من البلاد، بعضها يقع بالقرب من العاصمة بورت أو برنس. وتعمل وكالات الإغاثة على تسليم المواد الغذائية إلى النازحين. وقال مسؤول الحماية المدنية في مطلع الأسبوع أن القطاع الزراعي قد تضرر بشدة في بعض أجزاء البلاد.
ومن المناطق الأكثر تضررا بالفيضانات مدينة اليوغان الواقعة على بعد 40 كيلومترا جنوب غرب العاصمة بورت أو برنس، والتي أدت الأمطار فيها إلى فيضان 3 أنهار قريبة منها. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مدرسة حقات الزراعية الفنية تخرج دفعة جديدة من طلابها. تنظيم ماراثون أسمرة يوم الأحد. دورية جوية مشتركة صينية روسية فوق بحر اليابان وبحر الصين. وإيران تكشف عن صاروخ باليستي فرد صوتي. قتلى من بينهم نائب حاكم اقليم في انفجار سيارة مرقومة بأفغانستان. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.